اون سوشيال مع حسام جميل دلوقتي على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اون سوشيال على اون سبورت اف ام. معاكم حسام جميل، وعندنا احداث كتير جدا النهاردة، سواء في الترند في صح وغلط في الحسابات الرسمية، والكلام كتير جدا هنتكلموا النهاردة عن اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي. سؤال حلقتنا النهاردة: شايف مين ممكن يتأهل مع بروسيا دورتموند في مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا؟ باريس سان جيرمان ولا نيوكاسل يونايتد ولا ميلان الإيطالي؟ مستنيين آرائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك، ورقمنا على الواتساب 012 4159116. الاسبوع ده كان ناري جدا بالنسبة للترند المصري، لانه كان في تحدي افريقي للاربع اندية المصرية، والحمد لله خدوا العلامة الكاملة، وبنتمنى لهم الجولة الجاية ان شاء الله ان يكون في مكسب تاني، ويكون لكل فرقة 6 نقاط. الاسبوع ده بدأ ان النادي الاهلي طبعا هو اللي ابتدأ الترند بمباراة ميدياما في دوري الابطال، والناس كانت منتظرة الاهلي هيعمل ايه. الاهلي كسب يعني زي ما نقول اللي هو المعتاد. صحيح الفريق ده على فكرة مش فريق وحش، وده اللي بينه النهاردة انه كسب. الفريق ده مبشر جدا، في مواهب، في اكتر من 3-4 لعيبة ممتازين شفناهم، سواء الباك سواء المهاجم، في لعيبة في نص الملعب. يعني عموما هو فريق مؤثر، وانتهى و3-0 والاهلي كسب. وبصراحة في لعيبة غايبة عن الاداء، لكن الناس انتظرت تشوف النادي الاهلي هيعمل ايه يوم الثلاث مع سموحة. الاهلي تعادل 0-0، وهنا بدأت المناوشات طبعا اللي حصل ما بين المشجع وكولر، والفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا. وكولر لازم يبقى هادي، لانه وقت شهر العسل او وقت الانبساط انتهى، لان جماهير النادي الاهلي فيها ميزة مخليها طول الوقت الفريق ياخد بطولات. البوش اللي مدياه جماهير النادي الاهلي، هتقولي هم ممكن كانوا قليلين في المدرجات، ده طبعا، لكن هم يعني جماهير الاهلي نفسها تحس دايما ان هي طول الوقت لا يرضيها غير الفوز. يعني ممكن الاهلي واخد كل البطولات السنة اللي فاتت، لكن مع خسارة السوبر الافريقي ومع دوري السوبر الافريقي الجماهير مش ساكتة، حاسة ان الاهلي ناقصه كتير. طبعا الاهلي سواء على المستوى الذهني او البدني او الفني، هو الموسم ده مش الموسم اللي فات. كولر مش هو كولر السنة اللي فاتت. يعني كولر كده كنت تحسه السنة اللي فاتت هادي، مركز، رايق، مفكر في المنافس صح، شايف ايه نقط الضعف ونقط يعني مذاكر كويس. بغض النظر عن ماتش سان داونز اللي هو كان نقلة للموسم، لكن تحس انه كان الفريق غير النسخة الموجودة دلوقتي خالص. النسخة الموجودة دلوقتي لعيبة مفيش دافع، يعني تحس ان لعيبة النادي الاهلي نازلة مفيش دافع، بيلعبوا، لكن فين الاداء الفني، فين الاداء الخططي؟ تحس انه مش موجود. هل بسبب الروتيشن الكتير؟ وارد، لكن مش هي دي لعيبه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وانت نازل بتشوف الاهلي هيكسب، يعني هيكسب، يعني من بعد مباراه سان داونز ما كانش فيه اختيار تاني غير الفوز. لكن السنه دي مفيش الدافع ومفيش الحماس. بقالنا 3 ايام او 4 ايام بنقرا في اتجاه وغضب ضد مدير الكوره. هو مش كل ما يحصل نتائج نجيب سيره مدير الكوره، خلاص هي حقبه وانتهت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وفي حاليا الكابتن خالد بيبو. والراجل انت لسه ما شفتوش. يعني هل انت مثلا في لاعب عمل حاجة كبيرة قوي وما كانش ليه رد فعل؟ في مشاكل مثلا حصلت انت شايف ان الموضوع اداري؟ لا، الموضوع فني بحت. ففكرة ان الراجل كل شوية هو اللي يتحمل مسؤولية الخسارة، هو هيعمل ايه؟ هو لا هينزل يلعب ولا هو بيدرب.
فالضغط اللي انا شايفه طول الوقت، يعني النهارده انا قريت مثلا في 4-5 صفحات مدير الكوره. هو مدير الكوره هيعمل ايه؟ فالاداء راجع ان مش دي اللعيبه او مش ده الحافز بتاع السنه اللي فاتت، وكمان كولر مش هو كولر. فده الترند الاول بعد فوز افريقي للنادي الاهلي وتعادل في الدوري. الزمالك ماشي كويس، يعني 3 ماتشات العلامه الكامله، وهو كان عنده الاسبوع ده برضو ماتشين، ابو سليم الليبي في الكونفدراليه ومودرن فيوتشر في الدوري العام، وهو كسب الماتشين. يعني الكابتن معتمد جمال كان عنده 3 تحديات، بيراميدز في الكاس وكسبه، ابو سليم في الكونفدراليه وكسبه، ومودرن فيوتشر. الكلام بقى كان في الاول فانه كسب 1-0 بالعافيه ومش ده اداء الزمالك وازاي ده يحصل. انا بالنسبه لي يا جماعه، هو الراجل هيعمل ايه؟ يعني هو هل مستلم فرقه ماشيه كويس؟ بالعكس، ده الراجل يعني مستلم فريق الله يكون في عونه. يعني فريق فيه اصابات، عندك لعيبه مميزه مش موجوده معاك زي مصطفى شلبي، زي الونش، بتجيب لعيبه من بعيد عشان تقدر ترجعها تاني، عامل ميرج كويس عشان تقدر تعدي البر الامان. وكمان انت بتسمع كل يوم اسمه مدرب، فانت هتوصل لايه؟ فان ان الموضوع يمشي معاه بالسلاسه دي. وهو قدم مباراه مودرن فيوتشر على اكمل وجه ممكن. يعني هو كسب 2-0، لا كان في اداء، في ابراهيم نضاي ده جماهير الزمالك كانت بتقول مش عايزاه، الراجل جاب جون صحيح. سامسون رجع على فكره بيعافر، يعني بيضغط، بينزل يشتغل مع اللعيبه، في مجهود في الملعب. فان انت تجيب لعيب من بعيد وتحطه في التشكيله دي مش سهله. وطريقه لعبه انا شايفها مناسبه للي هو، يعني الناس اختلفت، قعدت تقول بيلعب 4-3-3، لا 4-2-3-1. في الاخر هو في هويه بدات ترجع للزمالك في الماتشات، فدي حاجه ممتازه يبني عليها، لانه عنده تحديات، عنده ماتش في الكونفدراليه وكل التوفيق ليه، وعنده الدوري وماتشات مهمه جدا. والزمالك في الدوري يعني في المركز السابع، اكيد لما الزمالك يعني يبدأ يخش الماتشات اكتر هيوصل لمراحل احسن. لكن اداء الناس لما تيجي تنتقد يبقى النقد يا جماعة بهدوء، لان هو مستلم فريق من اوساريو مفيش معالم. يعني اوساريو كان اصل طريقة الدبليو، اصل طريقة مان سيتي، فريق ما كنتش عارف هو الزمالك هينزل يلعب بمين النهاردة ولا بطريقة ايه النهاردة. الراجل جه بدأ يثبت لعيبة في اماكنها، وبدأنا نشوف لعيبة، وبدأنا نشوف ناس ترجع لمستواها، فده المهم. ومع عودة اللعيبة من الاصابات، وانا شايف لو الزمالك بعودة الونش، بعودة مصطفى شلبي، صحيح في كلام على تشخيصه، بعودة النجوم دي كلها، ولو الزمالك الصفقة الاهم بالنسبة له واللي لازم اداره الزمالك تعملها ان هي ترفع الايقاف الاول، وبعدين نبدا نقول هنجيب لعيبه على الفرازه ولاعيبه مهمه وصفقات مهمه، تمام، كل ده حلو جدا. لكن التفكير الاولاني والمنطقي ان انت اهم صفقه بالنسبه لك انك ترفع القيد عن اللعيبه، وانك انت توصل الزمالك لمرحله مهمه جدا، اللي هي مرحله الاستقرار الفني والاداري. وده اللي حصل في فترات الزمالك قدر ياخد فيها بطولات، لكن طول ما هو ده مش موجود الزمالك هيبقى بعيد. لكن اعتقد ان المرحله الجايه للزمالك هتبقى مرحله مختلفه جدا ان شاء الله، وكل التوفيق للاربع انديه المصريه في البطولات الافريقيه المختلفه، سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. بعد الفاصل الترند العالمي، وعندنا كلام كتير في دوري ابطال اوروبا. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اوسبورت FM، صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين حلقتنا معاكم، وجينا دلوقتي نتكلم على دوري ابطال اوروبا.
الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا كان فيها ماتشات كتير جدا وماتشات يعني رائعة. اللي اتفرج على الجولة دي او معظم ماتشاتها هيحس قد ايه بالمتعة. يعني الجولة دي فيها 54 هدف، فمتعة. يعني دوري ابطال اوروبا هي البطولة الاقوى والافضل بعد كاس العالم. طبعا كان فيها مباريات كتير جدا، سواء مباريات يوم الثلاث او مباريات يوم الاربع، لكن في ماتشات بعينها احنا هنتكلم عليها. وطبعا اولها مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل. باريس سان جيرمان كان بعيد جدا عن باريس المنتظر في المباراة دي. الفريق هجوميا في فرص ضاعت، لكن مش هو الشراسة الهجومية ولا الفريق اللي انت منتظره انه يؤدي اداء كبير ويكسب المباراة ويخلص موضوع الصعود وما يكلكعش الامور بالنسبة له. نيوكاسل لعب مباراة محترمة جدا، وضربة الجزاء يعني من خلال الاراء التحكيمية الكتير وشبكات الرياضية في العالم والفقرات التحكيمية، معظم الناس اتفقت ان ضربة الجزاء مش ضربة جزاء، وبالتالي كانت فرصة ان نيوكاسل يكسب، وبالتالي باريس سان جيرمان ونيوكاسل 1-1. بروسيا دورتموند قدر انه يحافظ على انتفاضته في المجموعة، جه من بعيد خالص. يعني في الجولة الثانية هو كان الرابع، دلوقتي بعد الجولة الخامسة هو المتصدر على باريس سان جيرمان وعلى نيوكاسل يونايتد وعلى ميلان الايطالي. وميلان يعني ناس كتير راهنت في المجموعة ده ان ميلان ممكن يلعب بشخصيته التاريخية، ميلان يقدر يرجع بعد ما قدر يعمل مباريات كويسة، لكن ميلان للأسف يعني موقفه صعب جدا. وحتى مسألة صعوده اعتماده الكل فيه على نتائج الآخرين سواء نيوكاسل أو باريس سان جيرمان. واعتقادي ان الأقرب للصعود مع بروسيا دورتموند هيكون باريس سان جيرمان، رغم ان كان نفسي ان تجربة ايدي هاو مع نيوكاسل توصل لمرحلة متقدمة في دوري ابطال اوروبا، وكل شيء وارد. يعني ممكن نيوكاسل هو اللي يصعد وباريس الله اعلم. فدينا هنشوف ايه اللي هيحصل في الجولة الجاية. عايز اتكلم على ريال مدريد ونابولي والمباراة بتاعت 4-2. انا من ساعة ما اعتزل زين الدين زيدان ما شفتش شخصية واداء وكنترول وجمال في الكورة زي بيلينجهام. يعني في مودريتش، في تشافي، في انيستا، تمام. يعني انا بتكلم على ريال مدريد. شخصية بيلينجهام انا ما شفتهاش في الكورة كتير. مفيش لاعب عنده 20 سنة بيتكلم لوسائل التواصل الاجتماعي بالشكل ده، بيتكلم لوسائل الاعلام بالشكل ده، الشخصية في الملعب. يعني انه الاسيست اللي عمله الخوسيليو وجاب منه الرابع، وانه رايح يعتذر للجمهور وعمال يزق عشان يحتفل، ده مش لاعب عنده 20 سنة، ده لاعب عنده يعني ده لاعب حقق كل حاجة وبيدفع زملائه لقدام. فبجد بيلينجهام حاجة لازم كل لاعب لسه طالع بيلعب كورة يبص للشخصية ويبص للتواضع. يعني هو واخد لاعب الشهر، افضل لاعب في ريال مدريد، ولو هتحط 3 لعيبة من بداية السنة انهم يكونوا افضل 3 لعيبة في العالم هتحط منهم بيلينجهام بدون شك، وانه شايل ريال مدريد. وكمان مش مركزه مهاجم، ده لاعب بيلعب في نص الملعب، لكن التأثير الشخصية وتأثير اللعب وتأثير التهديف بتاعه، انت قدام موهبة والله العظيم. ريال مدريد يعني 105 مليون يورو كانوا قليلين. يعني انا في بوست قريته لحد قال لك نبعت لهم 100 مليون يورو كمان، لانه اللاعب بصراحة لا، ده السيتي خسر كتير قوي انه ما ضمش بيلينجهام بصراحة. يعني هو الصراع كان ما بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن ريال مدريد كسب لاعب بشخصية مهمة جدا. والسؤال بقى لو ريال مدريد ضم كيليان امبابي الموسم الجاي، هل بيلينجهام يقدر يأثر بشخصيته على الفريق بالشكل ده؟ اعتقد هيقدر، لانه لا رهيب بصراحة. كان عندنا كمان مباراة ارسنال ولانس الفرنسي، وارسنال بيصعد وبيكسب 6-0. ارسنال الموسم ده ناوي على بطولة، ممكن يوصل بعيد لدوري ابطال اوروبا لو قدر يوازن ما بين انه الهاجس بتاع فوز الدوري وانه يبعد عن الضغوط ويواجه ويعني
زي ما بنقول يوزن الامور شويه ما بين البريمير ليج والتنافس الشرس اللي هيكون مع ليفربول ومانشستر سيتي، وقدر في دوري ابطال اوروبا المحطات تبقى يعني سهله شويه عليه. اعتقد ارسنال باللي احنا بنشوفه بالشراسه الهجوميه اللي احنا شفناها والتهديف وقد ايه الفريق يعني في ممكن اجوان تقولي زي جون ساكا، لكن الفريق نفسه في 4-5 قدام. لا يا جماعه، يعني زي ما بنقول على ريال مدريد عنده جيل قادم قوي جدا، فينيسيوس، رودريجو، بيلينجهام، بنتكلم على تشاوميني، بنتكلم على كامافينيجا، لا بوكايو ساكا، بتتكلم على مارتينيلي، بتتكلم على جابرييل خيسيوس، واوديجارد اللي شخصيته تحولت تماما بعد ما مشي من ريال مدريد. فارسنال فريق بصراحة مميز جدا. مانشستر يونايتد وجالاتا سراي و3-3. مانشستر يونايتد انا ما اعرفش، هو الفريق هو اولا ما بيقدرش يحافظ على اي تقدم، يعني في دوري ابطال اوروبا يعني كل ما تشوف ماتشات مانشستر يونايتد اونانا السنه دي ما فهمتش. يعني انت مشيت دخيا، ودخيا بالمناسبه ما عندوش نادي لغايه دلوقتي، يعني ممكن يرجع في يناير وفريق ياخده، لكن انت مشيت دخيا عشان تجيب حارس يلعب بالرجل. طب هو قبل ما تقول ان الحارس ده، يعني مثلا لما مانشستر سيتي مشى برافو وراح جاب إيدرسون مورايش، هو في مميزات الحارس الكبيرة، يعني انه حارس كبير. اللعب بالرجل ده جوارديولا اللي أهله انه يوصل انه هو كان مميز، لكن ما كانش بالطريقة اللي فيها دلوقتي. فانت كمدير فني بتطور الحارس، لكن الحارس كل ماتش ليه اخطاء كارثية في بطولة بالشكل بتاع تشامبيونز ليج. فاعتقد ان الحسابات لازم تتغير، ومن اسوأ القرارات اللي خدها تنهاج هو رحيل دخيا، لان الايام هي اللي بتثبت صحة القرار. فالقرار كان غلط انك تمشي دخيا. ده كان كلامنا عن الترند العالمي والترند المصري. الاسبوع ده بدأ ينتشر كلام سواء على محمد عبد المنعم او زيزو او احمد فتوح، وانت بتتكلم على لعيبة مهمة جدا، لكن في كلام كتير، او ده اللي هياخدنا لفقرة صح وغلط. الساعات الاخيرة انتشر كلام ان زيزو عنده عرض من نادي الشباب السعودي، وعرض رسمي، لكن نادي الزمالك طبعا موضوع زيزو بس عشان نبقى بنتكلم بوضوح، هو في 3 اطراف مسؤولة عن بقاء او رحيل زيزو عن نادي الزمالك. الطرف الاول هو نادي الزمالك، الطرف الثاني هو والد زيزو، الطرف الثالث هو نادي الشباب اللي يقال ان في عروض. للمعلومة، لما انت بتفاوض لعيب كبير انت ما بتروحش للنادي مباشرة، انت بتروح للاعب الاول وبتجس نبضه، بتتكلم معاه وبتتفق معاه، ودايما بنسمع ان النادي الفلاني اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية. فده اللي بيحصل ما بين موضوع التفاوض مع لاعب كبير بشكل عام. ايه اللي بيحصل بقى في موضوع زيزو؟ الطرف الاول اللي هو نادي الزمالك قال لك لا عندي عروض رسمية ولا عروض شفهية ولا اي عروض لغاية دلوقتي لزيزو، ده نادي الزمالك. والد زيزو اتكلم لكذا مصدر واتكلم لكذا موقع، وقال ان في استطلاع لرأي مجلس ادارة الزمالك اللي واضح انه اكيد هيرفض ان اللاعب المهم اللي عنده يمشي، وقال ان الزمالك مش هيمشي منه زيزو غير لما الزمالك يكون موافق. يعني احنا مش هنمشي بأي طريق غير ان الزمالك يوافق، وعن طريق نادي الزمالك، فدي حاجة كويسة جدا. فاكيد الراجل دلوقتي والد زيزو هيبقى همزة الوصل. هل الزمالك في ظل انه لغاية دلوقتي موضوع الايقاف ما اترفعش، وانا قلت في اللينك الاول انه ابرز صفقة انه لازم الايقاف يترفع عشان الزمالك يقدر يمشي في طريقه ويكمل، هيقدر يقول لزيزو ايا كان المبلغ انه يمشي، ده نجم الفريق الاول، فالمشيان ما بيبقاش سهل يعني، وان انت تعوض لاعب زي زيزو في الوقت ده
مين الكواليتي اللي موجود يعوض زيزو؟ فده السؤال اللي الزمالك هيسأله لو هيقرر انه يمشي زيزو. في حاجة كمان عايز اقولها، مش معنى يا جماعة ان الناس كميديا بتشتغل وبتعمل شغلها وبتتعب وبتجري ورا مصادر يبقى الناس دي قصدها ان الزمالك كسب فبندور على حاجة تهد نادي الزمالك. لا، الناس مش بتفكر كده. الناس بتفكر ان ده شغلها وبتعمله وده تعبها، وعادي جدا انه ما احنا بنسمع ياما سمعنا ان في لعيبه مهمه جدا، والعالم كله كان بيفاوض هالاند وهو مع بروسيا دورتموند، وكان قايل ان ده اخر سيزون ليه وهيمشي يروح في بقى ريال مدريد، والثنائيه مع مبابي اللي ما حصلتش في الاخر راح السيتي. فعادي جدا ان حتى الفريق وهو ماشي كويس يحصل كلام على موضوع المفاوضات. فاذا موضوع زيزو دلوقتي بايد نادي الزمالك وبايد والده. الحاجة الثالثة، الطرف الثالث بقى في الموضوع، رئيس نادي الشباب السعودي برنامج ملعب اون مع الكابتن احمد شوبير اتواصلوا معاه، والراجل قال لا بنفي ولا باكد. فطالما هو لا بينفي ولا بيأكد اذا اكيد في مفاوضات. فكده الموضوع بتاع زيزو. اخر حاجة انا عايز اتكلم عليها وهو موضوع محمد عبد المنعم. بقالنا يومين في ناس بتتكلم ان محمد عبد المنعم عنده عرض من نادي الدحيل القطري. طب ايه اللي بيحصل مع محمد عبد المنعم؟ باختصار عشان وقت حلقتنا ودي اخر حاجة في حلقتنا، محمد عبد المنعم ما عندوش عرض من الدحيل او النادي الاهلي ما راحلوش عرض. وارد ان نادي الدحيل يكون اتكلم مع اللاعب نفسه، لكن محمد عبد المنعم بيفكر ازاي؟ محمد عبد المنعم عايز يروح اوروبا. هو بيتكلم مع اللعيبه في المنتخب وشايف انه يعني شايف مصطفى محمد، اني صلاح، طبعا صلاح نموذج لا يعلى عليه يعني، وبنبارك له انه خد لاعب الشهر في البريمير ليج، وكمان امبارح كان قائد لليفربول. فمحمد عبد المنعم تفكيره حاليا انه عايز يحترف في اوروبا. ده هيحصل امتى؟ اكيد بعد كاس الامم الافريقيه. لكن الدوريات العربيه لو الموضوع قفل، طب هو شايف انه لازم يتعامل معامله كبيره في النادي الاهلي. اكيد هو شايف كده ومش محتاج حد يقول ده مصدر او معلومه، لانه واضح على ادائه في الملعب، واضح انه مش ده محمد عبد المنعم، وظهر جدا في مباراه سموحه. ففكره رحيل محمد عبد المنعم الفكره الاولى بالنسبه له هو الرحيل للدوريات الاوروبيه. ده كان كلامنا النهارده في الترند وصح وغلط، واكيد ان شاء الله عندنا حلقه الاسبوع الجاي هنتكلم فيها كلام كتير جدا. خلصت حلقتنا وبنشكركم جدا. الى اللقاء في حلقه قادمه من اون سوشيال. كان معكم حسام جميل على اون سبورت اف ام. مع السلامه.